السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله جايلكم بيوم جديد وروتين جديد. وقبل ما أبدأ في أي كلام وقبل ما أبدأ الفيديو، حابة طبعا أشكركم كلكم وربنا يخليكم لي يا رب، ما تحرمش منكم أبدا. على كومنتاتكم الحلوة على الفيديو اللي فات، وكمان دعواتكم الحلوة ليا. حسستوني فعلًا إن أنا ليّا كده اخوات، وليّا عيلة جميلة بتحبني، ليّا ناس جميلة كمان بتحبني وبتستناني طبعًا، حتى لو كان كَم بسيط من الناس، فطبعًا أنتم عندي بالدنيا كلّها، فربنا يخليكم ليّا يا رب، ما يحرمش منكم أبدًا، أبدًا. كمان محتاجة منكم النهارده دعوة حلوة كده من قلبكم، طبعًا ولكم بالمثل، ربنا يسعدكم جميعًا يا رب العالمين. فالنهارده هنتكلم مع بعض في حاجات كتير، وكمان هنقضي روتين النهارده في غرفة النوم بتاعة الولاد. فطبعا طالبة منكم قبل ما ابدأ الفيديو تدعموني كده بلايك، حطوا طبعا اللايك الجميل بتاعكم، عايزين الفيديو بتاع النهارده يوصل لاكبر عدد من اللايكات. اما بقى لو انتوا اول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوا يومياتي كلها اول باول، هتنزلوا حالا تحت الفيديو كلمة اشتراك تضغطوا عليها، طبعا تبقوا اختي من اخواتي. وكمان ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل جديد انا بنزله. ويلا بقى بينا على طول نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. عايزة اقول لكم يا بنات، حرفيا كده الشقة كلها بسبب الظروف اللي انا بمر بيها كلها، حرفيا كده متدمرة. وكمان الغرفة دي يعني المفروض ان انا اكون مغيرة الفرش بتاعها من 10 ايام، يعني 10 ايام فاتوا كمان. فشايفين بقى الشقة متبهدلة ومتدمرة، بس زي ما بقول لكم كده، فخلاص نفسيتي تعبت منها قوي. وكمان رغم التعب اللي أنا فيه، فقُلت بقى إيه النهارده خلاص هاقوم إن أنا أنضّفها كده وأضبّطها للولاد، عشان خاطر الصراحة هُم صعبانين عليَّ وحاسة إن أنا مقصّرة كده من ناحيتهم. تمام، فزي ما باقول لكم طبعًا يعني مهما تكون الواحدة تعبانة، فالحمد لله خدت العلاج بتاعي يعني، وقُلت بقى إيه نتوكّل كده على الله ونقوم نشوف هنعمل إيه النهارده، وكمان نبدأ يومنا. وكمان عايزة أقول لكم إن أنتم وحشتوني جدًا، جدًا، جدًا. يعني أنا لو عليَّ عايزة كل يوم كده يعني أشارككم يومي لحظة بلحظة كده، يعني بحلو بقى بمُر وكل حاجة كده تعيشوها معايا. فبس يعني بابقى غصبٍ عني، لإن يعني الظروف اللي عندي زي ما أنتم عارفين. وكمان يعني إيه مش قادرة بصراحة، يعني حاسة إن طاقتي خلصانة كده. كمان قُلت أمّا أقوم كده أصور لكم فيديو عشان أنتم وحشتوني جدًا، جدًا. وكمان قُلت مش إن أنا يعني هادمّر حياتي عشان شوية ناس أو كَم من الناس، يعني ناس مريضة، يعني عايزة أقول لكم إن هي ناس مريضة، ربنا يشفيهم يا رب لنفسهم كده، وربنا يهدينا ويهديهم ويهدي المسلمين أجمعين يا رب العالمين. المهم قُلت بقى كده إيه أمّا أقوم أتنشّط وأتحفّز كده وأتنشّط كده معاكم، وأدّي كده تنضيفة حلوة لغرفة الولاد، بحيث يعني إن أنا تكون نفسيتي مرتاحة شوية. وعايزة أقول لكم كمان إن شاء الله بإذن الله بعد كده هنعمل الشقة كلّها مع بعض، عشان زي ما قُلت لكم هي حرفيًا متبهدلة وكلّها، كلّها على بعضها ما عادش عاجباني، بس عشان خاطر بقى الظروف بتاعة أبو خالد ونومته بقى وكده، وناس داخلين وخارجين، وكمان جه التعب تعب أنا كمان، فإيه كل حاجة كده جاية مع بعضها. كمان لو حد من اخواتي جه بَص عليَّ وكده، فبيمشي في نفس اليوم عشان برضه يعني ربنا يعينهم على مسؤوليتهم يا رب. كل واحدة طبعًا عندها مسؤولياتها وولادها، دروس بقى ومدارس وكده، وبصراحة يعني أنا باعذر، يعني أنا زي ما أنا زي ما غيري يعني. طبعًا ما حدش بيفضى من بيته وكده، فربنا يعيننا ويعينكم جميعًا يا رب العالمين على حياتنا ومسؤولياتنا. تمام. فقُلت بقى قومي بقى كده يا بنتي شيماء تشجعي كده وتنشطي ونضفي كده الغرفة بتاعة الولاد، عايزة كده أهويها وكمان أغيّر الفرش بتاعها، عشان لو أنتم فاكرين الفرش ده أنا فارشاه من قبل ما أدهن الغرفة كمان، يعني قبل ما أدهن الغرفة بحوالي كده يوم أو 2. وكنا بقى قاعدين واكلين شاربين نايمين فيها، فصراحة كانت مستحملانا. كنا حاطين بقى فيها المراية بتاعة السرير الكبير، كانت صراحة يعني هي مستحملانا زي ما قُلت لكم. فهي كانت المفروض تاخد تنضيفة حلوة من زمان، ولكن بقى والله العظيم الظروف اللي بتحكم، يعني ده غصبًا عني، اللي بيحصل ده كله غصبٍ عني، بس يعني في حاجات بتبقى أولى من حاجة، حاجات بتيجي على حاجة، فالظروف بتحكم زي ما قُلت لكم. فيعني إيه خلاص بقى قُلت النهارده أمّا أقوم كده يعني إيه آخذة بقى كده وأقوم كده ربنا يعينّي، ربنا يعينّي يا رب ويعينكم جميعًا يا رب العالمين. فقُلت بقى إيه أمّا أقوم أفتح كده الشبابيك بتاعة الغرفة، وكمان أطلّع بقى البطاطين بتاعتهم كده أشمّسها، طبعًا طلّعتها الشمس. طبعًا الشمس دي مُعقّم كده طبيعي من عند ربنا، يعني قادر كده ي ي يقتل أي ميكروب في الفرش يعني وكده.
فقُلت الشمس حلوة النهارده، طلّعت بقى البطاطين زي ما أنتم شايفين، وكمان طلّعت المخدات، قُلت بقى إيه نسيبها كده من طلعتها لغطستها برّه كده لحد ما يتنقحوا كده نقحة حلوة في الشمس، وبعدين ندخّلهم بقى على طول، يكون يعني أنا خلّصت الغرفة وكده، تمام. وكمان اشتريت بقى الفرش حطيته على طول على الغسالة، عشان أنتم عارفين إن أنا ما باحبش الفرش بتاع السرير يعني أحطه، أو فرش السرير عامةً أحطه في السبّاتة وكده، يعني إلا تكون بقى يعني ظروف كده وحكمت يعني. ولكن قُلت بقى إيه أمّا أشغّل الغسالة كده بالمرّة عشان ما يكونش عندي حاجة، وكمان اليومين الجايين دول عندي حبّة شغل كده برّه البيت، فمش هابقى فاضية، فقُلت بقى إيه أغسلهم كده بالمرّة عشان إن شاء الله بإذن الله ألمّهم كده على طول، بكرة بإذن الله يعني أكون لمّاهم ومطبّقاهم وحاطّاهم مكانهم بإذن الله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان فتحت بقى الشبابيك قُلت الغرفة تتهوى، واشتريت بقى السجاد. طبعًا البلكونة اللي إحنا خرّجنا فيها البطاطين نضيفة وزي الفل. كانت أختي يعني عاملاها لي وكده. ولكن هنا صراحة البلكونة بتاعة الغرفة الصغيرة بتاعة الولاد متدمرة زي ما أنتم شايفين، فكنستها بقى كده ومسحتها، وكمان مسحت السور بتاعها، وطلّعت بقى إيه السجاد هنا قُلت كمان ياخد له كده شوية تهوية وشوية إيه يتهوى يعني كده، بحيث برضه على ما أخلّص يكون اتهوى كده وبقى زي الفل. تمام. فأنا قُلت بقى يعني إيه أنا النهارده قايمة على الغرفة على طول، يعني عملت اللي هو إيه مشيت الولاد الصبح، وقُلت لأ مش هانام النهارده، أقوم بقى كده إيه أتشجع كده وأتنشط عشان خاطر يعني أنجز الغرفة النهارده. وكمان زي ما قُلت لكم بإذن الله عندي كده كام شغلانة برّه البيت اليومين الجايين، عايزاكم تدعوا لنا بصلاح الحال، ربنا يصلح الحال يا رب ويكون خير بإذن الله. فإيه وبعدين إن شاء الله بإذن الله هانضّف بقى الشقة كلّها كده مع بعض، لإني باقوم الصبح أعمل حاجات اللي هي اليومية، يعني كنيس، غسيل، حتى الأكل يعني إيه، باعمل مثلًا فراخ مسلوقة كده على السريع، شوية خضار كده بسيطين، حاجات يعني تكون ما توقّفنيش كتير في المطبخ وكده يعني، بحيث إن أنا يعني إيه، الحمد لله يعني زي ما قُلت لكم إن أنا مش قادرة أقف وقت طويل يعني في المطبخ وكده، تمام. فطبعًا الشقة كلّها، كلّها وبسبب بقى الناس اللي كانوا داخلين وخارجين علينا عشان خاطر أبو خالد زي ما قُلت لكم، وإن هو تعبان يعني وكده، فإيه اللهم صل على النبي، فالشقة كلّها كده يعني عايزة تنضيفة حلوة. فأنا بإذن الله باوعدكم يعني من هنا بإذن الله الأول كده أمّا أخلّص المشاوير اللي عندي دي، أو الشغل اللي ورايا يعني برّه البيت بإذن الله، هنبدأ بقى إن إحنا نمسكها كده يعني حاجة كده، حاجة كده، كده مع بعض، تمام. كمان عندي الحمام عايز كده تنضيفة عميقة تكون حلوة، يعني أنا كنت متعودة كل أسبوع كده بادّي له تنضيفة كده يعني من أعماق البحار من جوّه كمان. الوقت بقى بُصّوا يعني كلّها كده يعني حاجات يومية بحيث إن تكون يعني مرضية، وبحيث إن أنا ما أكونش يعني تعبت أوي، عشان أنا يعني مش عايزة أعمل مجهود كتير وكده، وكمان تكون النفسية مرتاحة يعني، تمام. ف النهارده بقى بدأت بالغرفة بتاعة الولاد، ويا مسهّل كده ادعوا لي، ادعوا له كده يعني ربنا يسهّلها بإذن الله. المهم عايزة أقول لكم كمان يا بنات بالنسبة للكلام اللي اتكلمته في الفيديو اللي فات، أنا ما باحطش كلام أي حد في دماغي خالص، يعني كلام أنا قُلت لكم مثلًا إن ده بتقول ودي بتقول، الكلام كان كتير من الأول، كتير أوي، بس بقى لمّا لقيت الكلام زاد اليومين دول، وناس داخلة بتتحكم في حياتي، أنا ما باتحكمش في حياة حد، ما حدش له دعوة بحياتي، وكمان كلام كتير عاد بيوصلني، أنا بُصّوا أنا ما باحبش أساسًا حد يوصّل لي كلام، فاهمين؟ بس أنا باسمع بودني، والكلام بييجي لي من على لسان أمي، ومثلًا وجوزي وكده، فلأ، لأ هي لأ إنسانة أو كام واحدة كده والله العظيم ربنا يعينهم على نفسهم، ربنا يعني الله يكون في عون الناس اللي عايشين معاهم والله، ربنا يهديهم يا رب. فطبعًا طلعت رديت عليهم بحيث يعني إن هو إيه، ما تحكموش على الناس يا جماعة، الهدوم ياما مدارية، الناس ماشيين الله أعلم بيهم إيه، البيوت مقفولة على اللي فيها، الله أعلم كل واحد عنده حياته فيها اللي مكفّيها، يعني كفاية علينا أساسًا الغلا اللي إحنا فيه كلّنا، كلّنا، يعني الغلا ده مأثّر فينا، مش مثلًا أقول لِك بيت والّا 2 لأ، الحياة عادات صعبة جدًا، 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 وهي عادة يعني عايزة تفكير زيادة عن اللزوم، عايزاكِ تكوني سِت يعني ما تفكّريش غير في بيتِك وحالِك بس عشان تقدري تضبّطي أمور حياتِك، تقدري تربّي ولادِك صح. تقدري ما تكونيش مقصّرة في ناحيتهم من ناحيتهم في أي حاجة، فمش مستاهلة إن إحنا نقعد بقى لبعض يا جماعة، ده عملت تودّت ما ودّتش، كل واحد حُر في حياته، يعني أنا يعني مش عارفة والله أنا سبحان الله ما باحبش أحشُر نَفْسي في حياة حد خالص، خالص يعني والله العظيم على قد ما باقدر ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب،
ربنا أعلم بالناس البيوت فيها إيه، ربنا اللي عالم مش عارف إيه. كمان كان تعب لنفسيتي بنت جيراننا اللي قُلت لكم عليها إن هي يعني اتوفت وكده. فأكيد لازم الواحد يكون حاسس بجاره، يعني جاره عنده مصيبة المفروض الواحد يكون حاسس بيها، مش إن هو مثلًا جاره في مصيبة مثلًا أو مصيبة يعني ربنا يصبّرهم يا رب، يكون مثلًا هو مبسوط، لأ ما ينفعش كده، لازم الناس تكون يعني حاسة ببعضها كده، يعني ما يكونش جارك في حاجة صعبة زي كده يكون الواحد مزاجه حلو. أنا عن نفسي يعني ما أقدرش أبقى كده يعني، مش عارفة الواحد حساس زيادة عن اللزوم والّا هي دي حاجات إحنا اتعودنا عليها من صغرنا وكده. يعني أنا وعيت لقيت أمي يعني لمّا يكون مثلًا جارنا متوفي حتى لو في آخر الحارة من ورا، ممنوع التلفزيون ده يتفتح، ممنوع، يعني ممنوع التلفزيون حتى يتفتح. ليه؟ يعني كانوا بيخافوا كده على مشاعر بعض وكده. والله العظيم أنا باحمد ربنا على الجيل بتاعنا صراحة، إن أمهاتنا ربّتنا على الحاجات اللي هي إيه، بتاعة زمان، حاجات حلوة كده يعني. والله العظيم بُصّوا ساعات كتير يعني أقعد كده مع نفسي وأفكّر في الحاجات اللي كانت بتحصل زمان، أيام حلوة، أيام كلّها كانت خير وبركة. قد إيه الناس كانت بتحب بعضها، قد إيه الناس ما كانتش بتبُص لبعضها بالطريقة دي، ما كانش في غلا، ما كانش في يعني طبعًا هي والله أعلم إحنا يعني الواحدة كانت بتبقى في بيت أهلها، طبعًا الواحدة ما كانتش بتفكّر كتير في مسؤوليات، كانت الأم طبعًا زي دلوقتي. مثلًا أنا لو بافكّر مثلًا أو جوزِك بيفكّر في المسؤولية، أنتِ بتفكّري في المسؤولية، الولاد ما لهمش ذنب وما لهمش دعوة بأي مسؤوليات، يعني أكيد إحنا كُنّا كده، تمام؟ فربنا يا رب يسهّل لكل واحد حياته، ربنا يسعدنا ويسعدكم جميعًا يا رب العالمين، ربنا يرزقنا الصحة ويرزقنا الرضا من عند ربنا. نعمة الرضا دي يا جماعة بُصّوا يعني أحسن نعمة في الدنيا كلّها، تكوني راضية باللي عندِك حتى لو كانت الحاجة بسيطة. نعمة الرضا دي حاجة حلوة أوي، 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 يعني ربنا يرزقنا وإياكم نعمة الرضا دايمًا في حياتنا. يعني تحسّي إن أنتِ حياتِك أساسًا كلّها فيها بركة، حتى لو أنتِ عاملة كده حاجة بسيطة، حتى لو على الغدا تحسّي إن ربنا حاطط لِك فيها كده البركة من عنده. ليه؟ لإن أنتِ راضية وحامدة وشاكرة ربنا على كل حاجة. تمام، المهم بقى زي ما أنتم شايفين طبعًا شايفين بقى كمية التراب اللي أنا طلّعتها من الغرفة. بُصّوا أنا والله العظيم أنا كنت مصدومة، أنا إزاي كنت غفلانة وسايبة الغرفة بالطريقة دي. أنا عايزة أقول لكم إن أنا من يوم ما اتجوزت يعني حرفيًا أول مرّة أطلّع تراب بالطريقة دي من الغرفة، وأنا يعني بانضّفها تنضيفة عادية، يعني مش مثلًا شايلين بقى السراير وبنكنس تحتها وكده لأ. بس زي ما قُلت لكم طبعًا الظروف بتحكم، ربنا يا رب ما يوريكم شر أبدًا في حياتكم، فالحمد لله إن هي بتيجي على قد كده. عايزة أقول لكم قد إيه ارتحت نفسيًا لمّا نضّفت الغرفة للولاد. طبعًا كنا منضّفينها مع بعض قبل ما ندهن الغرفة التانية بيومين، كنا بقى ملمّعين الخشب وكمان ماسحين الحوائط وتحت السرير، الدنيا كلّها يعني كانت نضيفة وزي الفل. بس الصراحة هي كانت محتاجة إن هي تتهوّى، وكمان الفرش بتاعها كده بتاع السراير يتغيّر، لإن بجد يعني أنا سِبته زيادة عن اللزوم، يعني سِبته زيادة عن طاقته كمان، فهو استحملني يعني واتحمّلني فكتّر ألف خيره، تمام. المهم وكمان بقى جِبت اللي هُم إيه نفّضت السراير كويس، وكمان اللي هُم إيه الأطقم اللي هي إن أنا حطيتها تحت الأطقم القطيفة دلوقتي، طبعًا أنا عاملاهم زي إيه كفرات يعني يحموا المراتب وكده. فطبعًا هُم مش باشتريهم على طول، يعني كل فرشة أو فرشتين كده إيه باشتريهم أغسلهم بعدين أفرشهم تاني، صيف أو شتا يعني أنا دايمًا كده على طول. فإيه فرشتهم طبعًا بعد ما نفّضت السرير فرشتهم كويس على السرير، وكمان طلّعت بقى اللي هُم الإيه الأطقم القطيفة المصرية العادية جدًا زي ما أنتم شايفين طبعًا لونهم اللي هو إيه بصلي، لونهم حلو أوي. بس يعني أنا ساعات كتير باقول لو كانوا بقى سادة كان يبقى أحلى، يعني مش حابة الورد يعني فيهم قد كده. وفي ناس كتير والله بتدخل عندي تقول لأ شكلهم حلو بالورد عادي. كان طلع من المفارش ده على فكرة اللي هُم إيه نفس اللون ده، بس إيه اللي هُم يعني مفحور كده منه فيه. بصراحة يعني ما حبيتهوش برضه أوي، حاسة إن هو فيه برضه شغل كتير وكده. ولكن الأطقم دي باقول يا سلام بقى لو ما كانش فيها الورد ده، كانت هتبقى حاجة عظمة بصراحة. ليه؟ يعني عشان خاطر أنا باحب الحاجة السادة وكده. وبإذن الله، بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله، بس يعني ده مش الوقت يعني.
بتبقى عندي دهان كتير جدًا، جدًا، من الدهان بتاع الغرفة والصالة كمان، فإن شاء الله هابقى أدهن بيه الغرفة بإذن الله، بس يعني إيه مش وقته بقى ولا تاريخه، يعني ممكن بقى يكون على العيد، على دخلة رمضان، بإذن الله يعني من غير مقاطعة على ربنا. فليه بقى؟ عشان عايزة أغيّر برضه اللون بتاعها، عشان يعني إيه بصراحة اللون الساده حلو أوي، وكمان مُريح كده للأعصاب، يعني لأ أنا حبيت صراحة اللون الساده، وخاصةً بقى لمّا يكون مثلًا اللي هو الإيه، مش كل الألوان الساده على فكرة، يعني أنا مش باحب اللون اللي هو اللون اللبني أو اللون الأخضر، في ألوان كده معيّنة يعني مش باحبها بصراحة. فبإذن الله ناوية إن أنا إيه، هادهن نفس اللون اللي أنا دهنته في الصالة برّه أو والغرفة يعني، اللي هو الفانيلا لاتيه، تمام. فهو متبقى عندي كمية كده، فلو قضِّت قضِّت، ما قضِّتش فهابقى أجيب كمان اللي هو إيه الجردل اللي هو 4 كيلو، يعني ما فيش مشكلة بإذن الله يعني. طبعًا هنا بقى إيه قُلت أمّا أغيّر في الفرش بتاع الإيه، بتاع السجاد شوية، يعني مش هاغيّره اللي هو تغيير يعني إيه في النظام بتاعه يعني. جِبت بقى السجادة نفسها كده شدّيتها عند الباب، وكمان حطيت بقى إيه المشّايتين اللي كنت حاطاهم في دخلة الباب هنا، حطيتهم بقى عند الباب بتاع البلكونة، بحيث يعني إن هو يكون تغيير، لإن أنتم عارفين إن أنا يعني إيه يعني باحب التغيير دايمًا، ما باحبش أشوف الحاجة قدّام عيني كتير يعني وكده، بازهق بصراحة، من النوع اللي باحب أغيّر وكده. فطبعًا قعدت أحط بقى في الفرشة يمين، في شمال، مش عارف إيه، وبعدين فصلت الكاميرا، وبعدين قعدت أفكّر كده مع نفسي يعني، لإن أنا يعني بابقى حابة إن أنا يعني أقعد كده شوية، وبعدين يعني الفكرة تيجي لي، مش اللي هو باقعد أفكّر كده على طول، أو الفكرة تقوم جاية لي مرّة واحدة لأ، أقعد أفرش كده وبعدين أجرّب يعني، لحد طبعًا ما استقريت على الفرش اللي أنتم شايفينه ده. أنا طبعًا جِبت بقى اللي هي الإيه، المفارش الكشمير دي، طبعًا اشتلت اللي هُم اللي كانوا فرو ولونهم أبيض، قُلت أغسلهم بالمرّة، بحيث برضه إن الغرفة تكون يعني إيه، خدت كده تنضيفة بنت لذينة كده، أو تنضيفة يعني تكون مرضية. طبعًا ما فيش أحسن من البساطة، وكل حاجة بتتعمل مع الصبر، كل حاجة واحدة، واحدة. كان نِفْسي أوي إن أنا أعمل حاجات كتير، كتير جدًا، جدًا في الشقة، بس الحمد لله يعني إيه، الحمد لله رب العالمين على ربنا يجيبه، كل حاجة هتتعمل. طبعًا دايمًا باتفائل بالخير وعندي أمل في ربنا إن اللي جاي كُلّه، كُلّه أحلى، واللي جاي كُلّه خير بإذن الله. طبعًا ربنا لازم يقعّد لنا الخير، ومتفائلة في ربنا خير إن اللي جاي كُلّه أحسن بإذن الله. هنا طبعًا زي ما أنتم شايفين عطّرت بقى الغرفة، وكمان حطيت بقى الرُكنة بتاعة الورد بين السرير والدولاب، وفرشت اللي هُم المفارش الكشمير زي ما قُلت لكم، بحيث برضه إن هو يكون تغيير. وده طبعًا كان شكل بقى الغرفة بعد ما خلّصناها خالص. يعني عايزة أقول لكم قد إيه ارتحت نفسيًا، قد إيه حسيت إن أنا يعني التعب راح عني شوية لمّا نضّفت الأوضة، بصراحة النضافة حلوة جدًا، وكمان بتريّح كده النفسية. مش عايزة أقول لكم، مش عايزة أقول لكم قد إيه كنت مبسوطة وسعيدة إن أنا عملت الغرفة للولاد، يعني هي مش حاجة صعبة ولا حاجة، بس بالنسبة لي أنا اليومين دول هي بالنسبة لي يعني إيه، يعني صعبة شوية. المهم النهارده بقى خلاص الفيديو خلص، أشوفكم على خير، مع السلامة.